البدايات وروعة البدايات في الأهلي واقع أجمل من أي خيال، وآخرون في خيال لا يمت بصلة لأي واقع. 3 دقات و3 سلامات و3 حلويات، دول كانوا تذكرة العبور للنادي الأهلي للوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس مصر. تخيلوا حضراتكم النادي الأهلي يصل للمباراة النهائية للمرة 55 في تاريخه، مش كده وبس، لا وكمان يحقق فوز على إنبي للمرة 14 بشكل متتالي. ايه يا عم، كله ضرب ضرب ضرب، كله تلاتات في اربعات في حلويات. هو النادي الاهلي ده ايه؟ ما عندوش دايت؟ باختصار، الاهلي يا سادة مصنع المتعة والسعادة. انا شفتك فيها قبل كده، ها؟ هو في ايه يا كباتن؟ اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. كابتن يا كابتن، هو كله ضرب ضرب، مفيش شتيمه ولا ايه؟ فوز الاهلي على انبي بثلاثيه نظيفه. حد يقول لي مالك، ما هي نتيجه منطقيه. ماشي يا عم، لكن مكاسب الاهلي النهارده كتيره جدا جدا، والاستفاده اكبر واكبر من حتى الوصول للمباراه النهائيه. صحيح النادي الاهلي فاز على انبي بثلاثيه، لكن تعالوا نتكلم على كولر وجمال كولر الجواهرجي اللي بيغير تبديلات وتعديلات ويحط ناس ويشيل ناس، والمكنة هي بتطلع نفس القماش ونفس الجودة ونفس الحلاوة ونفس الأداء ونفس الثلاثيات والرباعيات. مفيش أي اختلاف. النهاردة يمكن في لقاء انبي بدأ بالشناوي وهاني وعبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول، وشفنا من جديد ديانج ومروان ومعاهم كمان قفشه، ومثلث امامي بيرسي تاو والشحات وانطوني موديست. الكل كان مستني موديست هيعمل ايه، والكل كان عايز يشوف ايضا التشكيله الجديده للنادي الاهلي بعد الفوز على سان جورج برباعيه. النادي الاهلي في مواجهه انبي في نصف نهائي بطوله الكاس، ايه الحكايه وايه الروايه؟ ويمكن انا قلت لحضراتكم في روايات وفي قصص وفي حكايات في عالم كرة القدم، بتبقى حكايات وروايات طويلة وممتدة ومليئة بالأحداث، وفي روايات مختلفة تماما بيبقى الفصل الأول هو الفصل الأخير. يعني المكان ده اتغير تماما. شكلك فاهم يا نص. تعالوا قبل ما نتكلم على الأهداف وقبل ما نتكلم على روعة البدايات وجمال البدايات وتسجيل الأهداف، عايز أتكلم على عبد المنعم. حاجة مختلفة تماما، حاجة آخر شياكة، حاجة آخر طعامة. أداء متناغم، تدخلات في توقيت مناسب جدا، ستايل دفاعي رشيق، تمكن وجودة في الأداء وفي التمرير وفي التغيير الاتجاه وفي التمركز وفي الإبعاد ورؤية بالعقل وثقة. حاجات كتير جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. من كتر ما كنت بتكلم عليه الناس خافت ان انا اكون بحسد محمد عبد المنعم. يا ابن المحظوظه يا فوزي، ده زمن هايص. محمد عبد المنعم رجع لنا للأذهان المدافعين بتوع زمان، الحاجات الحلوة والمستوى العالمي، اللي هو مش بس ان هو بيقطع الكورة، لا ده بيمتعك في كيفية استخلاصه للكورة. الشناوي هو الشناوي، اخطبوط صحيح، ما بيتعرضش يمكن خلال ال90 دقيقة إلا لاختبار أو 2 على أكثر تقدير، لكن في 4 لقاءات متتالية بيخرج بكلين شيت، بيحافظ على نظافة شباكه، ويمكن والنتيجة 2-0 وانفراد صريح وعلى بعد يمكن 9 متر فقط من المرمى، بينفرد أحمد أمين أوفا بمحمد الشناوي. طلع وحش
وحش ضلم المسألة وضلم المنطقة. خلاص يا وحش بقى، احنا هنقضيها مغنى طول الليل ولا ايه؟ اخرس بقى. تعالوا بينا بقى نروح لقصة الأهداف. يمكن الهدف الأول ديانج اللي خد تمريرة حسين الشحات، لكن ديانج جوه منطقة ال18 من الناحية اليمين. فكرنا بحمدي فتحي الشبح الأهلاوي اللي خرج واحترف، لكن يخرج شبح يجي 100 و1000 شبح. ديانج في مكان عبقري ينجح ان هو ياخد ركلة جزاء، وطبعا علوله بالتخصص يا حبيبي بالتخصص يخش عشان يفتتح التسجيل ويسجل علي معلول تاني اهدافه في بطولة كاس مصر، ويفتح الطريق للمارد الاحمر علشان يضع اول قدم في المباراة النهائية. انتهى الشوط الاول والناس كلها بتسأل فين موديست، امتى هيسجل اول جون؟ يا دوب 5 دقايق فقط من الشوط الثاني وكورة ضالة يصطادها أنطوني موديست ويوسع لنفسه، والمدافعين كمان وسعوا له، يحط تسديدة صحيح مش متقنة أو مش نموذجية التسديدة، لكن عرفت سكتها وفتحت الطريق للرافال الفرنسي الجديد كسلاح جديد للنادي الأهلي في التهديف. راهن عليه كولر وسابه مدة طويلة علشان ياخد الثقة. كلنا شفنا أنطوني موديست لتاني مرة، يمكن إمكانيات تحركات نموذجية، لكن لسه اللياقة البدنية محتاجة شغل كبير جدا جدا من أنطوني موديست، اللي مفيش خلاف على قدراته وعلى إمكانياته وعلى حجم القدرة على التهديف وتواجده جوه منطقة ال18. قماشة تانية وسلاح جديد كان محتاجه النادي الأهلي. اقعدوا انتوا لسه شفتوا حاجة؟ يجي على السعادة الكبرى كولر بدءا من الدقيقة 65 معودنا على التبديلات والتعديلات والحلويات. نزل إمام عاشور اللي كان أيضا بيصول ويجول، لكن زيه زي أنطوني موديست. يمكن إمام عاشور شفناه في اللقاءات السابقة بيعمل أسيستات، لكن كل جماهير النادي الأهلي اللي سعيدة بتواجد إمام عاشور بإمكانياته وقدراته ومهاراته كانت منتظرة البدايات وجمال البدايات. وبالفعل إمام عاشور في كرة مبعدة من قلب الدفاع ياخد السكند بول ويدوس على كورته ويعدي واحد والتاني ويفتح زاوية للتسديد ويحط تسديدة قوية مدوية في المقص الشمال علشان كمان إمام عاشور يسجل أول جول مع ناديه الجديد ومع مشواره الجديد النادي الأهلي في بطولة كاس مصر، علشان يكمل الثلاثية ويكمل حلويات كولر والمكنة لسه بتطلع قماش. وانا مين وانا رحت في داهيه. هنرجع نعمل فلاش باك ونرجع على المباريات الإفريقية. شفنا نادي الزمالك مع أرتا سولار، مباراة عصبية، مباراة كانت مش لطيفة أبدا أبدا، من بداية من مباراة الذهاب هزيمة غير متوقعة 0-2، مباراة لم تكن في الحسبان. ثم لقاء العودة الكل تقريبا اتفق ان نادي الزمالك بقدراته وامكانياته قادر ان هو يعوض، خصوصا ان الفارس الابيض رغم كل ما فيه من ازمات ومشاكل لكن يقدر يعدي أرتا سولار بمنتهى البساطة. لكن المفاجأة ان في مباراة الاياب أرتا سولار فاجئ الجميع بالتسجيل، علشان كده الكل حط ايده على قلبه وابتدت العلامات الاستفهام والالغاز تبقى على وجوه الجماهير. جماهير نادي الزمالك اللي احتشدت باعداد كبيره جدا جدا وقدمت مسانده ودعم كبير، لكن اللاعبين وتشكيله اوسوريو كانت برضو عليها علامات استفهام. الراجل ده هيفضل محيرنا. انا قائد بمزاجي وعندي وجهة نظر وهتشوف.
الله الله، باينه هيعملها ولا ايه؟ مع بداية الشوط الثاني بدأ الأمل وبدأت الحياة تدب في أوصال الفارس الأبيض، ورجع زي زمان الفارس الأبيض اللي عنده أسلحة تهديفية ويقدر يستغل تواضع إمكانيات المنافس أرتا سولار. وبالفعل مع نزول أوباما حرك المياه الراكدة وقدم أهداف هو وزيزو، ونجح إن هما يقلبوا الحال بالإضافة لهدف لشيكابالا، ثم في الأخير هدف الانتفاضة وهدف الريمونتادا وهدف الوصول إلى دور المجموعات. صحيح جه في وقت قاتل، لكن نادي الزمالك والفارس الأبيض وجماهير نادي الزمالك كانت محتاجة هذا الانتصار، وكانت محتاجة الريمونتادا اللي نجح نادي الزمالك فقط في 45 دقيقة إنه يسجل 4 أهداف ويقلب الطاولة ويقلب الترابيزة على أرتا سولار اللي كان عايز يعدي من الفارس الأبيض. لكن الفارس الأبيض لحق في نهاية المشوار بهدف حمزة المسلوسي في الدقيقة تقريبا 89 إن هو ينتزع بطاقة التأهل ويصل إلى دور المجموعات في البطولة الكونفدرالية. مليون مبروك لكل الزملكاوية، انتصار مهم، لكن القادم أهم وأهم، وأسوريو المفروض يبدأ بداية صحيحة علشان مش كل مرة هتسلم الجرة. كنا هنروح في داهية لكن ربنا ستر. هروح بسرعة لبيراميدز اللي كان متعادل في لقاء الذهاب تعادل سلبي، لكن على ملعب الدفاع الجوي بدأت الحكاية وبدأت الرواية، ونجح فريق بيراميدز إن هو يسجل 6 أهداف مقابل هدف وحيد. كانت بمثابة حفلة كبيرة من نجوم بيراميدز اللي تصدر طبعا المشهد، وهو اللي أحيا الحفلة تقريبا اللاعب مصطفى فتحي الفرسة الشقية اللي سجل 4 أهداف من السداسية اللي سجلتهم أو اللي سجلهم بيراميدز في هذا اللقاء على الجيش الرواندي. لكن 4 أهداف علشان الفرسة الشقية مصطفى فتحي يبقى أول لاعب يسجل في البطولات الإفريقية في مباراة واحدة 4 أهداف. مصري من مصر ام الدنيا، يا اهلا بابن عمي، يا اهلا. ولا الرهوان التاني، ها التاني. Thanks. Not at all, not at all. مبروك لبيراميدز الوصول لدور المجموعات في أول مشاركة ليه في دوري الأبطال. فاضل الفارس الأخير مودرن فيوتشر اللي كان هيكرر مشكلة نادي الزمالك. مودرن فيوتشر كان في لقاء الذهاب متأخر أمام سنجيدا بيج ستارز بنتيجة 0-1، وبعد أول 3 دقايق أحمد عاطف بينجح في التسجيل. الكل تنفس الصعداء وقال بركة يا جامع، وكده الحكاية أصبحت سهلة وبسيطة. واستقبل هدف فريق مودرن فيوتشر من سنجيدا اللي فاجئنا بهدف التعادل. لكن مع بداية الشوط الثاني برضو مودرن فيوتشر نجح ان هو يعمل ريمونتادا ويسجل 3 تجوان علشان يكتمل عقد ال4 فرسان لكرة القدم المصرية، 2 في دوري الأبطال الأهلي وبيراميدز، و2 في الكونفدرالية الزمالك ومودرن فيوتشر. ال4 فرق المصرية بتصل إلى دور المجموعات، دور ال16، وبنأمل إن شاء الله إنهم يستمروا إلى أبعد مدى في البطولتين، دوري الأبطال والبطولة الكونفدرالية. ودعوا يا لمبي. اشوف وشك على خيرة الله. اللي هو في ايه اللي هيحصل يا لمبي؟ ان لله وانا لا راجعون يا ابو صلاح. لمبي يا لمبي.